بتشتريه عشان المدارس، وبتشتريه عشان الرحلات، وبتشتريه عشان بعض الأكلات بتحتاج له. يا دي الحوجة، يا دي الفلوس الكتير اللي هندفعها. بلاش الكلام ده كله يحصل ويتم واحنا معانا أحلى إمكانيات ممكن نعمل بيها. تعالي بقى النهاردة بعد ما نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي متابعيني بحبكم جدا في الله، احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات، بحبكم جدا جدا جدا. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش من وجودكم دايما معايا. النهارده العيش الفينو القمر ده احنا عملناه بكيلو من الدقيق، طلعنا كميه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كميه حلوه جدا. طب ازاي هنطلع كميه حلوه كده وبالامكانيات القليله دي؟ تعالي بقى جوه الفيديو القمر ده وهقولك ازاي، وهقولك على البدايل، وهقولك على كل حاجه. خليكي معايا واحده واحده وتركايه تركايه. بصي جماله عامل ازاي، هش وقطني جدا، وما شاء الله اللب بتاعه زي ما انت شايفه كده الصوره بتتكلم عن نفسها. بصي اللب بتاعه عامل ازاي، حاجه قمر كده. يعني تفتحي الرغيف ما تقوليليش بقى لفران ولا تقولي لي كميات من بره بمبالغ رهيبه. مفيش الكلام ده، الكميه اللي قدامك دي عملناها بكيلو من الدقيق. ما شاء الله اللهم بارك، هتاخديها معاكي في رحله، هتعمليها في ايام المدارس، بجد تحفه جدا وهتوفر عليكي كتير جدا. وهنقول كمان على البدائل اللي ممكن نعمل بيها. يعني في حاجات في ناس كتير ممكن ما تحبش تعمل بيها عشان خاطر مثلا في افوره في الامكانيات. لا مفيش افوره، مفيش افوره خالص، احنا هنعمل بالموجود عندنا. وهنقول البدائل كلها جوه الفيديو. حطي لي لايك واعملي لي شير يلا للفيديو، ويلا بينا نبدا في الفيديو بتاعنا. معايا ربع كوبايه من الميه، وعليه نص معلقه من السكر، وظرف من الخميره الفوريه. تمام، اول خطوه بعملها ان انا بفعل الخميره بتاعتي. دي اول خطوه، بقلبهم كويس جدا واركنهم على جنب بقى كده لغايه ما تتفعل معايا براحتها. حطي لي لايك يلا واعملي لي شير للفيديو لو بتحبي اختك حبيبتك. معايا هنا بوله بقى، وهجيب الدقيق بتاعي وهديله نخله كده معتبره معتبره بنت ناس. يعني ايه؟ ليه؟ هقول لك دلوقتي. ليه بننخل الدقيق هنا؟ انا بدخل العجينه بتاعتي هوا. دايما اقول لكم في العجاين كلها وفي المخبوزات في العموم بندي للعجينه هوا، وبنطلع كده اي شوايب من العجينه. بديها نص معلقه من البيكنج باودر، وكمان نص كوبايه من السكر، وبقلب الكلام الجميل ده كله على بعضه. تمام، ادي اول خطوه. معايا هنا كوبايه لبن رايب، وكوبايه كمان من الميه. تمام، طيب انا هنا ونزلت كمان بالربع اللي انا حطيته الصغير ده، ربع كوبايه اللي انا دوبت فيها الخميره حطيتها كمان. يبقى انا هنا نزلت كوبايتين وربع. حلو الكلام، حلو الكلام. الربع اللي فاضل او التلات ارباع اللي فاضل هقول لكم دلوقتي هنعمله ازاي. واحنا بنعجن كده هنتكلم على البدايل جوه الايه، جوه العجينه بتاعتنا. طبعا انا هنا حطيت لبن رايب، ممكن حضرتك تحطي لبن رايب كل الكميه بتاعتك كلها ممكن تحطيها رايب. طب انا مش عايزه احط لبن رايب، حطي لبن حليب. لبن حليب يمشي معاكي زيها بالظبط. طب انا مش عايزه لبن حليب ولا عايزه لبن رايب، والله العظيم ما هتقولك لا، وهتعمليها بالميه وهتطلع برضو هيطلع معاكي عيش زي القمر، زي اللي احنا عملناه بالظبط. ولكن احنا بندي قيمه غذائيه عشان ولادنا. تمام. فطبعا احنا هنلف العجينه بتاعتنا هنا. انا طبعا ايه خير الامور الوسط، حطيت كوبايه ميه وكوبايه من اللبن الرايب، وكملت الموضوع ميه. تمام. المقدار بتاعي هنا بما ان الدقيق بتاعي انا بياخد ميه كتير، فخدت معايا بالظبط كده، بالظبط كده في حوالي كوبايتين ونص، ويعتبر معلقتين 3 ميه. حلو كده، يعني داخلين على 3 كوبايات الا ربع. حلو كده. هندي بقى العجينة ديت عجن كويس جدا. لو عندك عجان وفرتي على نفسك كل العجين ده. طب لو ما عنديش عجان وزي حالتي كده، يبقى هناخد العجينة بتاعتنا كده ونفضل نعجن ونلت ونعجن ونلت لغاية ما تفضل العجينة بتاعتنا ناعمة وملسة جدا. طيب ايه سبب بقى ان العجينة بتاعتي تطلع ملسة وناعمة؟ هقولك دلوقتي لسه الخطوة اللي جاية. بس لو وصلتي معايا يلا لغاية هنا حبيبة قلبي واخت حبيبتك، حطي لي لايك للفيديو واعملي لي شير، وما تنسنيش بدعواتك الحلوه. تمام. اعجني بقى كده حلو، وبعد كده من التركات الحلوه اللي بتعمليها في منتصف العجينه كده وانت بتعجني في النص كده وانت بتعجني، هتعملي ايه؟ هتسيبي العجينه بتاعتك تسلكي ايدك منها خالص وتسيبيها لي 3 دقايق كده او 4 دقايق، عشان ماده اللوجاتين اللي فيها تعمل لي عرق. حلو كده. انا هنا ببل ايدي بس ميه بربع الكوبايه الاخير، يعني ببل ايدي عشان ايدي تسلك من العجين واعرف التها كويس. حلو. هنا بلت بقى، لتي هنا احسن ما تلتي مع اي واحده تانية، خليكي في العجين احسن لك. خليكي في لت العجين احسن. اللت مع الناس دلوقتي مبقاش يجيب فوايد. تمام.
عجيني بقى ولدتي كده وسلكي ايدك وهاتي بقى الزبده بتاعتك. هنا خلصنا العجينه خلاص. هنجيب بقى 4 مكعبات من الزبده كده على كيلو دقيق. طيب انا دلوقتي ما عنديش زبده، انت هتصعبي عليا الموضوع؟ ابدا والله ما هصعبه عليكي. هاتي 4 معالق زيت او معلقتين كبار سمنه، دولت او دول او دول، يعني سمنه يا زبده يا اما زيت. هتقولي لي الزيت ينشفه؟ ولا اي حاجه، ولا هيعمل لك اي حاجه، بالعكس الزيت او السمنه او الزبده هتديكي نفس النتيجه. بس اهم حاجه واهم تركايه انك بتعجنيها كويس جدا. حلو الكلام، حلو الكلام. انا طبعا كل شويه هفكرك باللايك حبيبه قلبي. يلا بينا بقى كملي عجن كده لغايه ما العجينه بتاعتك، بصي طالما بتقطع معاكي كده يبقى لسه محتاجه عجن. طول ما العجينه بتاعتك بتقطع في ايديكي لسه هتعجني فيها. العجينه هتاخد قد ايه عجن؟ هي خدت حوالي بالظبط كده حوالي 10 دقايق. حلو الكلام. لو معاكي بقى يعني ايدك بطيئه او حاجه او بتعجني على مهلك كده، في حدود ربع ساعه. طيب في العجان، في العجان هياخد حوالي 7 دقايق لان العجان سريع وهيظبط معاكي الدنيا. تمام. قلبي بقى الكلام ده كله، عجيني 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 لغايه ما يديكي العجينه الملسه الناعمه الطريه اللي احنا شفناها في الاخر، اللي هنشوفها دلوقتي. تمام اهو. بصي انا ده عماله اضرب فيها كده عشان كل ما تعجني فيها كل ما هتطلع معاكي عجينه ناجحه جدا. اللهم بارك. عايزه اقول لك تحفه جدا وناعمه جدا وكمان لونها تحفه جدا. هتقولي لي بتعجني بدقيق شكله ايه؟ الدقيق اللي انا بعجن بيه دقيق سايب من الدقيق الفاخر، بحبه جدا في العجاين وفي المخبوزات. جبت بوله ممسوحه بشويه زيت كده ونقلتها. عايزه تسيبيها زي ما هي في البوله بتاعتك مفيش اي مشكله خالص. احنا هنا بنخلي الموضوع يسلك معانا بسرعه بسرعه عشان طبعا الفيديو بنبقى بنخلصه بسرعه عشان نكمل الفيديو ورا بعضه. تمام. فكل ما البوله حكمت على العجينه بتاعتنا بتسرع شويه في موضوع التخمير. ستريتش راب بقى او كيسه بتاعتك من المطبخ حطيها كده وقفليها كويس جدا عشان تختمر معاكي وتختمر كويس جدا. تمام. هنسيبها كده في التخمير لمده ساعه الا ربع. طبعا عايزه اقول لك في المطبخ بتاعي كانت بتختمر في ثواني، في ثواني. تمام. هنا اختمرت ما شاء الله اللهم بارك. شايفه شكلها عامل ازاي؟ تحفه جدا اللهم بارك. وعجينه ناعمه وجميله وطريه. انا بحب ابص لها جدا وهي شكلها كده جميله ورائعه جدا. تمام. طلعي منها الهواء بقى خالص كده، هبطيها خالص خالص كانها ما اختمرتش. وهاتي بقى شويه دقيق على الارضيه اللي انت هتفردي عليها. تمام. يعني عايزه اقول لك مسحه دقيق، احنا مش هنعجن مش هنخبز بقى بدقيق ونفرد بدقيق والكلام ده، لا هو بس يا دوبك مسحه اللي هي عشان العجينه بتاعتنا تقريبا كانت بتلزق خفيف. حلو الكلام، حلو الكلام. التقطيع بقى بالنسبه للتقطيع بتاعنا، لو انت عايزه رغيف زي اللي احنا عملناه النهارده يبقى حجم التقطيع بتاعك هيبقى قد البيضايه كده، يعني قد حجم البيضه او اكبر بسنه صغيره. تمام. طيب لو عايزه الرغيف بتاعك صغنون وقد كف ايديكي كده صغنن شويه، يبقى هنصغر العجينه بتاعتنا التقطيعه بتاعتنا مثلا قد الليمونه كبيره كده. تمام. ادي الكميه اللي احنا قطعناها في البدايه. تمام. هنيجي برضو بقية الكمية وقطعها بنفس الحجم. وخدي بالك من جمال بقى العيش لما يطلع معاكي كله حجم واحد كده، لازم تخلي بالك من التقطيع. هنا كان حجمها بالظبط حوالي 60 جرام. تمام. يعني قد البيضة كده 50 جرام 60 جرام. هجيب بقى البلانشة اللي هفرد عليها، وشوفي انت بتفرزي على ايه، وافردي بقى دي مسحة من الدقيق كده، وافردي الرغيف بتاعك اللي هو اللي احنا هنفرده على قد بالظبط كده قد القرصايه. شفتي القرصه البلدي الفلاحي اللي احنا بنعملها؟ هي قدها كده هتفرديها قدها. بعد ما تفرديها قلبيها على الناحيه التانية وابدأي لفيها رول زي ما بلف كده. تمام اهو. بصي لفي واضغطي على الجنب اللي انت بتلفيه اهو، تلفي وتضغطي وبعد كده بتلحميها بقى في الاخر زي ما انت شايفه كده. الطرف الاخير ده بيتلحم كويس جدا عشان لو فتح منك خلاص كده الرغيف بتاعك باظ، اوعي تفتحيه. وطبعا الفتحه دي بنخليها في ارضيه الصينيه من تحت، يعني دايما بتخلي الفتحه بتاعت الرغيف اللي انت لحمتيها في الاخر في ارضيه الصينيه بتاعتك اهو زي ما انت شايفه كده. تمام. تمام. هنركن على جنب ونجيب رغيف تاني وهنعيد نفس الكلام. مسحه خفيفه خالص من الدقيق. تمام. تعتبر كده زي تنسيمه خفيفه، بفردها قد القرصه الفلاحي كده. انا بقول لك اهو دي يعني بوصف لك كل حاجه عشان تبقي مستوعبه معايا الموضوع. وبعد كده بعد ما بفردها بروح قلباها على الوش التاني. طب ايه الحكمه ان انا بقلبها على الوش الناعم بقى اللي ما خدش دقيق ده خالص؟ بيبقى هو ده الوش بتاع الرغيف في الاخر اللي فوق. تمام. لفي بقى رول كده اهو.
تلفي وتضغطي، تلفي وتضغطي. اللفه والضغطه دي بتعمل لي بقى لب جميل جدا في الرغيف بتاعي. يعني عايزه اقول لك من جمالها، يعني في ناس ممكن تعمل الرغيف ازاي، ممكن تاخد القطعه كده وتلفها وخلاص، لا مش هينفع، مش هيطلع لي لب خالص للرغيف. لكن انا هنا بلف الرول ده عشان يطلع لي لب هش وطري جدا. تمام اهو. بصي التقفيل، كويس جدا، لازم يتقفل كويس جدا. وتبرميها كده برمه خفيفه وتحطيها على الصينيه. لازم يبقى بين الرغيف والرغيف مسافه حلوه قد الرغيف بالظبط، يعني المسافه بتاعت الرغيفين هنا اهو، هتسيبي مسافه رغيف في النص. تمام اهو. نعيد تاني، بتلفي رول كده زي ما انت شايفه وتضغطي، تلفي وتضغطي. تمام زي ما انت شايفه كده، وبتبرميها برمه خفيفه خالص، مش بتتكي طبعا عليه، لا، هي برمه خفيفه. وبين كل رغيف زي ما انت شايفه كده مسافه رغيف من اللي احنا مقطعينه. حلو الكلام، حلو الكلام. وهكذا لغايه ما نخلص الكميه بتاعتنا، وهكذا. لفي بقى كل الكميه بتاعتك بنفس الطريقه وبنفس الحجم ونفس الشكل. بصي بقى هنا الشكل بتاعنا زي ما انت شايفه كده، بين كل واحد والتاني مسافه. طبعا هنا خلصنا الكمية. طبعا بالنسبة للاختمار بيختمر مرة تانية وهو في الصواني، طبعا عشان عبال ما بتخلصي كل الصواني بتاعتك بيبقى الصواني الأولانية اللي انت عملتيها اختمرت خلاص. فطبعا اوريدي احنا بنبقى مشغلين الفرن خلاص، يعني في آخر صينية أو بتبدأي تخلصي آخر صينية بتكوني مشغلة الفرن بتاعك وبتدخلي بقى الصواني الأولانية. هندخلها على الوضع ده؟ لا طبعا احنا لسه في خطوة هنعملها. طبعا هنا الرغيفة بتاعتنا كانت اختمرت تاني الاختمار التاني. تمام. قبل ما ادخلها الفرن طبعا هجيب بضايه، تمام، وعليها معلقه من الخل وكمان رشه من الفانيليا، وهتربيهم كويس جدا. وطبعا دول عشان الزفاره، الخل والفانيليا عشان الزفاره. وهاتي الفرشه بتاعتك كده واديهم مسحه حلوه جدا. تمام كده. السر بقى اللمعه اللي بتحصل في الرغيف العيش في الاخر، واللون التحفه القمر اللي احنا شفناه في الاول ده، هو ده بقى سره، اللي هي ايه، البضايه اللي احنا ربيناها دي، هي ده سر اللون بتاع الرغيف العيش في الاخر. تمام. لو عايزه تسيبيه كده وتدخليه على وضعه كده مفيش مشكله خالص، وهيطلع معاكي لونه حلو برده، بس اللون الفاتح مش اللون اللي زي ده خالص. تمام. بتخلصي الكميه بتاعتك كلها زي ما انت شايفه كده، بتديله مسحه حلوه قوي من المسحه بتاعت البيض مع الفانيليا ورشه الخل. وبعدين بيدخل بقى الفرن هنا على درجه حراره 180. تمام. على الرف اللي هو فوق بالظبط السطح بتاع الفرن، يعني ارضيه الفرن، الرف اللي بعديها بدخل فيها الصينيه بتاعتي. طب ليه؟ عشان طبعا ما ياخدش لسعه زي ما انا خد معايا لسعه كده، سرحت عنه خالص فخد معايا لسعه. الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. ده شكله جوه الفرن كان لسه داخل، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله، عايزه اقول لك تحفه جدا. ده بقى كان شكل العيش بتاعنا. بصي لونه وجماله وسر لمعته وحاجه كده قمر قمر قمر. يعني بجد من الحاجات الجميله اللي ممكن توفر عليكي فلوس، وهتوفر عليكي طبعا امكانيات كبيره. لو طبعا الحاجه طبعا كلها دلوقتي الاوفر في الغلو وفي كل حاجه، الاسعار بصراحه بقت حاجه غريبه جدا. تمام. فطبعا انت لما تعمليه في البيت بامكانيات بسيطه، واحنا قلنا البدائل كلها موجوده معانا، لو ربنا موسع عليكي وتديله كمان هيديكي احلى رغيف عيش. الامكانيات مش سامحه، هتعمليه بميه وبخميره وشويه زيت وهيطلع معاكي زي القمر. تمام. دي كل البدائل اللي احنا قلنا عليها جوه الفيديو. وطبعا في الاخر برضو ربنا يجعل ما بين ايديكي جميل يا رب، ويحسن ما بين ايديكي. بجد بجد الحاجه بتطلع من ايديكي زي العسل وزي السكر طالما انت اللي بتعمليها. ربنا يخليكي ليا اختي وحبيبتي وصاحبتي كمان، ما يحرمنيش من وجودكم دايما في حياتي. ده شكله طبعا بنسلكه كده بالراحة من الصينية بعد ما بيطلع من الفرن ويهدى تماما. كنا بنغطيه ما تغطوش بالفوطة طبعا اول ما يطلع من الفرن على طول عشان ما يكرمش منك. دي خطوة مهمة برضو نسيت، كنت انسى اقولك عليها. يعني بعد ما تطلعيه من الفرن مش ما تغطيهوش على طول، تستني مثلا 5 دقايق كده وبعد كده تغطيه. طب ليه؟ عشان العرق بتاعه هيخليه كرمش منك. تمام. طبعا الفيديو خلص على كده، اتمنى اشوفكم على خير وبخير يا رب، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.